السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو أخبار برشلونة. ممكن يكون الفيديو طويل، بنزل لك التقسيم كما هي العادة عشان ما تتضايق أنت. المهم الأخبار في نقطتين. أول شيء أنا مش ناقل أخبار، هي مش نشرة أخبار، ولكن هي عبارة عن أخبار أنا بعطي وجهة نظري فيها بحيث للي بهمه وجهة نظري يسمعها. النقطة الثانية، الأخبار 90-70-80% من عالم البرشا اللي موجود على تويتر اللي بإمكانك أنت تتابعه، فأنا مش راح أجيب لك إشي جديد. ولكن عالم البرشا من وين بيجيب الأخبار؟ من سبورت، من الموندو ديبورتيفو، من ماركا، من الكادينا سير. مثلا بتروح للصحفيين إخوان مارتي سانز، كله في النهاية هو أصلا إذا واحد حكى هيك وهو نعسان نايم حكى كلمة برشلونة بيجيبوا لك الخبر في شاب نايم في الأردن في الغرفة الفلانية حكى برشلونة. هو موقع أنا بحيي القائمين عليه في النقل، بحيث كل شيء يتعلق في برشلونة أنت بتشاهده من خلال أو بتقرأه من خلال هذا الموقع. طب شو المشكلة لما نجيب الأخبار منه؟ ما فيش، لكن بنحاول نبعبش هون وهون بنجيب خبرين من برا، ولكن في النهاية الموقع قوي وله كل الاحترام، وبصراحة بنجيب الأخبار من عندهم ما في مشكلة. المهم الخبر الأول يا جماعة، متى العودة لقاعدة 1-1 اللعب المالي النظيف. هلأ قبل فترة من خلال روميرو وخلينا نحكي زت حكي من لابورتا وكذلك تيباس والصحافة وكل شيء وديكو، كل شيء كان متفق انه في عودة ل1-1 اللعب المالي النظيف. ولكن الأفكار بتحكي لك وكل إشي بيحكي لك انه عندك 30/6 أو 1/7 هو آخر موعد، ومنه راح تبين انه انت دخلت قاعدة 1-1 ولا ما دخلت. هلا احنا بنحكي عن 2-3/7 وحتى الان ما فيش اي خبر. هو الفكرة في الموضوع مش انه فيش منه، لا في منه. طب وين الاخبار؟ برشلونة قدم اوراق اعتماده، برشلونة بانتظار قرار في الليغا، برشلونة كذا، ما فيش شيء. اذا في تكتم. هل انه الادارة في تكتم قوي؟ والله ممكن في تكتم يعني على هذا الموضوع ممكن، ولكن لا، في شغلة ثانية انه يا خوفي اللي بعد الصحفيين وكبار الصحفيين ورئيس المنافس السابق قال كله كلام فاضي، برشلونة لن يتعافى ماديا هذا الموسم ولن يعود لقاعدة اللعب المالي النظيف وقاعدة 1-1. انا خوفي انه هون احنا استبشرنا خير وانه كلامهم هو اللي كان صح، فمشكلة كبيرة. ولكن خلينا نتأمل. لكن في بعض الأمور بتشككك. حكيت لك إحداها في الشيء، برشلونة مقدم أبصر إيش. برشلونة مثلا باع الجزء المتخلف في شركة ليبرون مثلا، إنه باعه. كل الأخبار كانت تحكي قبل فترة إنه في شركة أوروبية ويقال إنها بشراكة مع سبوتيفاي هم اللي بدهم يغطوا العجز بقيمة 60 مليون. اليوم ومبارح شو الأخبار بتحكي لك؟ إنه شركة أمريكية وبحاول برشلونة مجتهدا أن يسرع بإغلاق الصفقة بحيث إنه يقدمها. لسه مش متفقين؟ يا ويلي. طب شو أخبار مثلا نايكي؟ وين التجديد العقد؟ وين أبصر إيش؟ وين؟ ففي علامات استفهام، ولكن أنا أتمنى إنه يكون مش زي اللي ببالي. طب ليش يا برشلونة يا يوسف أنت كثير ماخذ في الموضوع ومتحمس له؟ يا رجل عيب، نادي برشلونة ما مش داخل اللعب المالي النظيف، عيب. بعدين بصراحة بتفرق مع برشلونة كثير. أنا ما بيصير أبيع رافينيا ب100 مليون كمثال 100 مليون وما أقدر أستغل من صفقة رافينيا إلا 40-50 مليون 60 مليون كبيرها. عدا بيختلف لما أنا أبيع رافينيا 100 مليون وأستفيد 100 مليون. الموضوع بيختلف بيخليك تدخل ميركاتو أكبر. وأنت لما تبيع مثلا 100 مليون صح أنت ما خسرت، لأنه 50 مليون بروحوا لتسكير العجز، ما في مشكلة، أنت ما خسرتهم. بس في النهاية هنا بيضعفوك على مستوى الفريق، إنك تدعمه أكثر، إنك تدعم اللاعبين اللي أنت شايفهم أكثر. فهم في النهاية ما راحوا نصب، يعني هم ما راح 50 عشان تكون فاهم، ما راح 50 الثاني للليغا، لا هي 50 ضلت بس سكرت عجز عندك. فمشكلة بصراحة إنه برشلونة مش قادر يدخل في هذه القاعدة. يعني برشلونة طول، وكل سنة المشكلة كمان يعني إحدى الأمور اللي أنت ليش يا يوسف مهتم إنه كل سنة نفس الكلام. برشلونة احتمال يدخل قاعدة 1-1، برشلونة قرب ما قربش أبصر إيش قدم أوراق كذا اللي رفضت، يلا تفضل خليك مكانك سر. خوفي إنه الصحفيين اللي كانوا يحكوا سبوك من هالكلام الفاضي هذا لن يكون، ما بعرف، لكن أتوقع ممكن بعد ما ينزل الفيديو يخرج كلام جديد. أنا بحدثك الآن يوم الثلاثاء الساعة 7 الصبح أو 6 الصبح، يعني الصبح لسه.
المهم نروح لأخبار اللاعبين. الزلزولي ممكن ينباع للدوري السعودي. طبعا احنا بنعرف انه ملناش في اللاعب، بعناه لمين؟ لريال بيتيس، ولكن ممكن ينباع من 18 ل 20 مليون. احنا بنعرف برشلونة له 50% من العقد، فممكن يطلع لبرشلونة 9 أو 10 مليون. طبعا موضوعي مش خبر اللاعب فقط، انه هنا كيف برشلونة لازم يتعامل مع الصفقات. حتى اللاعبين اللي بخرجوا اللي في منهم امل، لاعب زي الزلزولي واضح جدا المهارة حاضرة، ممكن ينتقل، ممكن يصير اشي جديد على اللاعب. فدائما بتحط بند حلو ما حدث مع الزلزولي وشادي رياض اللي انتقل لكريستال بالاس واستفاد برشلونة من قيمته من 9 إلى 10 مليون، كما هو الحال بالنسبة للمدافع اللي موجود في الدوري الفرنسي اللي هو توديبو، اللي ممكن تستفيد كمان 10 12 13 مليون. إذن يجب الانتباه بالنسبة للعقود اللاعبين اللي انت ممكن تبيعهم، وكذلك لعقود اللاعبين الحاليين من بعد الضرب وقرصة الإذن اللي انت أكلتها من جويو. سيرجيو روبرتو لاعب حر، هو حاليا مش مرتبط في برشلونة ولا برشلونة مرتبط فيه. في اتجاهين، يا إما برشلونة روحوا بالعقل وقال له الله معك وأعطاه وعد إذا قدرنا نسجلك في وقتها بنتعاقد معك، فهنا هو أصلا دخل اللاعب بمرحلة شك. وهنا بصراحة يعني ممكن تحط نقطة على تعامل إدارة برشلونة مع سيرجيو روبرتو، لأنه لازم إذا بدهم شيء يكونوا واضحين معه ويقولوا له اطلع دبر حالك. لكن هو حسب محيط اللاعب بيقولوا لك انه اصلا هو مستاء من تعامل الاداره معه ويبحث عن حل، ومش واثق انه ممكن يتم تسجيله. اتمنى انه ما يتم تسجيل اللاعب، وما بدنا اللاعب ما يتعاقدوا معاه من جديد، لانه انا بالنسبه لي هذا اللاعب مهما كان انه بده يعطي نفسيه وما نفسيه. بس انا موسم كامل شفته في مباراتين حاله حال جويو، حاله حال فويث. لا والله بطلع لاعب صاعد كما هو الحال مع التجديد مع كاسادو اللي راح ياخذ ادوار، ولا ربما انه يفاجئنا ويتطور ويكون اساسي، حتى مش زي سيرجيو روبرتو اللي انت متاكد وانا متاكد انه راح يكون اساسي، ولا يا دوب كدكه يفيدك في مباراه او مباراتين. ويليامز وعلامات الاستفهام. ويليامز اللي من بعد الإبداع على مستوى المنتخب الإسباني كبرت الأسهم، عليت أسهم اللاعب ودخل أكثر من نادي، وآخر هذه النوادي اللي هو تشيلسي اللي بيقول لك على استعداد إنه يدفع راتب 20 مليون. وهنا مشكلة كبيرة في نقطتين. أول إشي بالنسبة لنيكو ويليامز، أنت روح ادفع 59 بتاخده، ولكن بصف اللاعب بده نقطتين: الرغبة في الانتقال لهذا النادي اللي بده يدفع الشرط الجزائي، وكذلك الراتب. ممكن موضوع الرغبة نتعداه، وأتوقع أنه اللاعب ما عنده مشكلة أنه يلعب في برشلونة، بل ربما أنه يتمنى أنه يلعب في برشلونة حسب ما قيل من خلال محيط اللاعب وعلاقته مع نيكو ويليامز، وسألوه أكثر من مرة وفي تلميحات وكذا، وهذا لا خلاف على ذلك. إذن الرغبة موجودة، بس مدى قدرة برشلونة على منافسة تشيلسي أو أي نادي آخر ممكن يدخل على الصفقة؟ شو قدرة برشلونة على التنافس من ناحية الراتب؟ وهنا هذا راح يكون عائق حقيقة على مستوى التعاقد مع ويليامز. ممكن مثلا تشيلسي بيدفع راتب 15-20 مليون، ممكن يجيك 12-13 مليون. هل انه برشلونة بيقدر؟ احنا عندنا مشكلة مع اللاعبين على مستوى ليفا وعلى مستوى ديونغ وعلى مستوى مثلا لانجلي اللي راح يجي هسه نحكي عنه، كثير لاعبين على موضوع الراتب. فانت بتقدر تدفع راتب لهذا اللاعب، تقدر تقنعه في راتب تصاعدي. علامات استفهام. خلينا نصبر حتى انه يتم الحكم في المستقبل اكثر واكثر. هسه شوف، عدم الدخول في قاعدة 1 لواحد خلص انسى الموضوع. يعني لاعب زي نيكو ويليامز انت ما بتقدر تجيبه، صفقة ب60 مليون انت ما بتقدر تجيبها اصلا. ولكن مع دخول قاعدة 1 لواحد وهي اللعب المالي النظيف، وكذلك بيع رافينيا، ممكن انك تجيب اللاعب. اما الاخبار اللي يتم تداولها واستغربت منها انه ممكن الحفاظ على رافينيا والتعاقد مع نيكو ويليامز، انا استبعد ذلك تماما. مستحيل، لا اتوقع انه هذا الشيء يحصل. لا، ما في مجال. بده يجي كفاراتسخيليا، بده يجي دياز، بده يجي نيكو ويليامز، بغض النظر بده يكون على حساب رافينيا من وجهة نظري المتواضعة. اما انه يضل وتبيعه ده. طب خد الأكبر مثلا، إنه إحنا بنحكي نيكو ويليامز والصحافة قائمة، والرغبة صارت حتى لدرجة مثلا في أحد الإداريين المهمين القدامى مثلا على مستوى النادي قال أنا لو محل بورتا ببيع أي لاعب وبجيب نيكو ويليامز، لأنه أنت يعني ملاحظ وشايف إنه أنت رايح مع نجم سوبر ستار. فبرشلونة لازم إنه يسعى لهؤلاء اللاعبين يعني بصراحة. ولكن تخيل إنه أنت عشان هنا بتعيش
الكفتين، انه جد انه انضحك علينا فيش 1-1، لا في 1-1. لانه شوف الخبر المقابل اللي هو اللاعب الانجليزي اللي اسمه فيلغوين اللي بيلعب مع هال سيتي في الدرجة الممتازة الاولى، اللي هو مركز فريقه 7 أو 8. اللاعب بيلعب جناح ايسر وبيلعب جناح ايمن وبيلعب جناح متاخر وبيلعب جناح متاخر يمين وايسر. اللاعب رائع جدا، سجل 12 هدف، لعب 32 مباراة، شارك باسيست 6 اهداف. اللاعب جميل حلو، حضرت له فيديو. بس عشان اكون معك صريح، مش احنا اللي نحكم اللاعب جميل ولا مش جميل، اللاعب منيح ولا مش منيح. اللاعب لازم انه يكون في كشافة يا جماعة، انه يشوف اصاباته، التزامه، اللاعب تطوره، اللاعب نظرته، ابصر ايش، كل هاي الامور مش احنا اللي نيجي نحكم من خلال فيديو. واحنا مثلا كمثال لما اجينا نتعاقب مع رافينيا، يعني شفنا له فيديوهات اعجازية. تعال على ارضية الواقع، انا عشان ما احكم على اللاعب، ممكن اللاعب لسه برضه في مجال انه يتفجر، ولكن تعال كسر الدنيا فيديوهات. لما اجى على الواقع احنا ما شفناه، ممكن ما توظف صح، ممكن بغض النظر شو السبب، ولكن ما شفنا. فما بالك من لاعب مغمور مع، خلينا نحكي، بيلعب مع هال سيتي في الدرجة الممتازة الأولى، يعني اللي هو الشامبيونشيب. ف يعني بتحس انه الموضوع يعني عليه علامات استفهام. ولا وكمان مش شراء، بقول لك إعارة. شوف برشلونة بده يروح ياخذ إعارة من هال سيتي مع إلزامية الشراء بقيمة 20 إلى 23 مليون الموسم القادم. طب يعني أنت إذا جبت لاعب زي هذا بدك تفكر في نيكو ويليامز، إذا هنا بتروح برضو، لأنه برشلونة أوضاعه المادية مش مستقرة. اللي بأكد لك الخبر كمان شوي راح نيجي لأريك جارسيا، علامات استفهام. فهنا ممكن يأكد لك أخبار إنه جد برشلونة الوضع المادي هذا كلام فاضي، إنه نعود للعب المالي النظيف. طيب نروح هسه للاعبين المعارين. برشلونة رجع له 7 لاعبين معارين، ولكن تم التخلص من لاعب مباشرة اللي هو ديست اللي اشتراه ايندهوفن مجانا. كان الطموح انك تبيعه ب10-15 مليون، ولكن الإصابة، رباط صليبي، غياب سنة موسم كامل، فكانت الأمور صعبة انه ينباع مع هيندوفن، مع انه كان مبدع قبل الإصابة. ولكن خلينا نحكي صار امور على العقد، بحيث انه برشلونة فيه له فائدة على مستوى اللاعب ان بيع ب100 مليون في المستقبل. يعني إذا تم بيعه في نسبة لبرشلونة في اللاعب، كما هو الحال قبل شوي لما تحدثنا عن الزلزولي وبعض اللاعبين. لكن أهم شيء أنك تخلص من راتبه اللي يقدر ما بين 4-5 مليون، وهذا مشكلة وعائق في سلم الرواتب. بابلو توريه اللي كان مع جيرونا بصراحة لم يقدم الشيء اللي يشفع له، بحيث أنه يرجع ويتقدم أو يقدم شيء مثلا، أو يكون حتى دكة على حساب فيرمين لوبيز أو بعض اللاعبين. أنت عندك لاعبين وسط كثير، ولكن كل اللاعبين اللي راح نتحدث عنهم هسه كلياتهم بدهم يخوضوا فترة تجريبية مع فليك، ومن بعد ذلك يتم الحكم في حال انه برشلونة بده يبيع او برشلونة بده يعمل اعارة. واغلبهم راح يروح اعارة، لانه راح تكون المراحل الاخيرة، الا اذا اجى مبلغ كويس في بعض اللاعبين اللي موجود منهم. هنا مشكلة برشلونة، يعني هنا من الامور اللي تقع على عاتق فليك وتكلمنا فيها، اللي هو اللاعبين الاعارة كيف بده يتعامل معهم، اللاعبين الشباب اللي موجودين اصلا في الفريق، واللاعبين الشباب اللي موجودين في برشلونة اتلتيك. فكيف بده يتعامل مع هذول اللاعبين؟ خلينا نشوف فليك. على كل حال كلهم بدهم يخوضوا الفترة التجريبية، وبابلو توريه عنده تصميم انه يثبت نفسه. ولكن انا من وجهة نظري لاعب زي هيك بيع خلص، جربته مرة واحدة اعارة، فشلك، ما تطورش، ما زاد سعره، بيع بأي شكل من الاشكال عشان ما يطلع بكرة فسخ عقد. لانجلي تحدثت عنه كثير، آسف ما بدي أرد أعيد وزيد، ولكن لاعب غير متجاوب أبدا مع إدارة برشلونة، وأنا هذا اللاعب بسميه سرطان في جسد برشلونة. الراتب من 15 إلى 20 مليون، مش راضي يروح على الدوري السعودي، مصمم يروح على الدوري الإنجليزي، وفيش نادي بيقدر يشتريه أصلا ويدفع له هذا الراتب. راتبه 2 3 4 5 مليون كبيره، ولكن كونتي طلبه من خلال نابولي. نشوف علامات استفهام. انت لما مدرب يطلبك ممكن انك تتنازل عن راتب يعني برغبة من المدرب، خلينا نشوف. لكن اللاعب عقليته ابدا حاط رجل على رجل ونزل لك 15 مليون كل سنة، يا صبابه. بنروح لإيريك جارسيا اللي أدى موسم رائع جدا مع جيرونا، وبصراحة هاي إحدى الإعارات اللي برشلونة استفاد منها. هاي إعارة استفاد منها، بحيث إنه أقلها حافظ على قيمة اللاعب، مش نزلت زي بابلو توريه وبعض اللاعبين، لا حافظ أقلها على قيمة اللاعب اللي كانت تقدر من 15 ل 20 مليون، ضلت 12 13 10 ل 20، المهم حافظ على قيمته.
أقلها هذا، بل بالعكس اللاعب قدم أداء رائع جدا، واللاعب له تصريحات بيحكي لك أنا قدمت موسم رائع جدا، أنا أخذت ثقة أكثر، أنا تطورت، فأنا عندي تصميم إني أثبت لفليك إني أنا أستحق الاستمرار في برشلونة. وحسب محيط اللاعب عنده رغبة كبيرة. وكذلك يقال من ناحية فليك إنه بده يجرب مع اللاعب، بل عنده تفضيل للاعب على إنيجو مارتينيز، لأنه بقول لك هذا مسجل، إنيجو مارتينيز مش مسجل، إنيجو مارتينيز أكبر في العمر، غارسيا عنده خروج بالكرة أفضل، غارسيا ممكن يستخدمه كارتكاز. وهي الجملة يعني غريبة شوي. إذا أنت بدك ترجع لموضوع كريستنسن وغارسيا وارتكاز ومش ارتكاز، وهنا عادي بترجع تفكر في الموضوع وبترجع هيك تدورها في راسك. معقول زي ما تكلموا بعض الشباب، كنت أقرأ تعليقات زي هيك ويقول أراهنك يا كابتن إنه غير جيدو ما تجيب، أراهن كذا أبصر إيش. طبعا هم جماهير برشلونة مش واحد جاي يشمت فيه، لا هم نفسهم، لأنه يقول لك ما في، يعني ما في. وأنا برضو بنفس الوقت أحيانا بيصيبني هذا الإحباط، ولكن التفاؤل يجب إنه نتفائل. خلينا نتفائل لنشوف لوين تأخريت هذا التفاؤل، لوين بده يودينا. جولان أراوخو إحدى الأسماء اللي كانت جميلة جدا في لاس بالماس، بل كان أساسي وأبدع وشفته في مباريات رهيب جدا. اللاعب ذكي، اللاعب سريع، اللاعب تدخلاته الدفاعية ممتازة، وبيشارك هجوميا ما شاء الله، سرعة رائعة جدا، شاهدناه في أكثر من مباراة. هذا اللاعب حلو، لأنه أنت مبدئيا إذا أنت بدك تبيعه ممكن تستفيد منه، ولكن كل الفكرة في الموضوع عند برشلونة إنه أنا أصلا ممكن كانسيلو ما يستمرش أو يستمر، أنا بدي أظهره تعزيز. فمن خلال التجربة التحضيرية رح يتم الحكم أكثر هل إنه بيع أو إنه استمرارية. وأنا من وجهة نظري المتواضعة إنه ما في مجال للإعارة. عندك لاعبين بيطلعوا، في عندك لاعبين، يعني أنت مثلا لو ما عندكاش لاعبين معارين كثير كان فكرت في جويو بشكل آخر. كان في بعض اللاعبين اللي حاليا بخرجوا عندك من أتلت برشلونة كان فكرت فيهم بشكل آخر. لكن أنت لما يرجع عندك 7 لاعبين معارين، 7 لاعبين بدهم يلعبوا أساسي، 7 لاعبين بدهم يقاتلوا على المراكز، مشكلة كبيرة بصراحة. كما هو الحال نفس الاشي أليكس فالي اللي هو أصلا كان لعب في ليفانتي. 2 بتحكي عن أظهرة جميل جدا. اللاعب هذا رائع، هذا اللاعب رائع، شاهدت له فيديو، شاهدناه في بعض المباريات، جميل جدا. يعني أنا والله شاهدت له فيديوهات، ما تابعته عشان أكون معك صريح، ولكن برضو بنرجع لنفس الموضوع، تجربة تحت يد فليك ومن ثم الحكم. آخر لاعب هنا بدنا شوي نتحدث عنه اللي هو أنسو فاتي. هذا اللاعب اللي دخل لماسيا برشلونة بعمر 10 سنوات، وبعد 6 سنوات أثبت نفسه وكان مع الفريق الأول، وكان من ألمع وأجمل اللاعبين اللي ظهروا بمرحلة صغيرة. هذا اللاعب اللي كسرت الأرقام، أصغر لاعب سجل مع برشلونة، أصغر لاعب استدعي للمنتخب، أصغر لاعب سجل مع المنتخب، أصغر لاعب، كل الأرقام ارتبطت فيه بشكل رائع جدا. وبرشلوني والجمهور البرشلوني تفائل جدا في لاعب يكون يعني تنبنى عليه المنظومة، ينقذ الفريق، يحيي الآمال. ولكن للأسف الشديد تعرض لإصابة في 2020، ومن بعد ذلك غاب 10 أشهر ولم يعد. طبعا في البعض بلوم اللاعب نفسه لأنه اتخذ قرار خاطئ على مستوى العملية. في البعض بيقول لك بعد ذلك تعرض لكمان انتكاسة، فكان برضو الخيار له عملية، ولكن اللاعب رفض، وهنا ظل اللاعب يعاني من الإصابات بل ولم يعد إلى المستوى. يعني في بعض اللاعبين مثلا خلص بيتأقلم مع موضوع اني انا بنصاب كثير، ولكن لما برجع هو لا، كان يرجع مكسور الخاطر، وكذلك يرجع نفسيا عنده مشكلة نفسية. واضح جدا اللاعب كان يبحث عن الهدف لإثبات الوجود ومستعجل، ما كان في توعية بصراحة على مستوى محيطه، عنده مشكلة. أبوه شفناه في تصريحات كانت حادة الموسم الماضي، اللاعب كان يعني بده يثبت نفسه بأي شكل من الأشكال. زي ما تحكي لاعب، زي ما تحكي أول ما طلع أكل الدنيا من ناحية أخبار وصحف وكذا، فتأثر فصار يحاول يرجع بأسرع وقت ممكن، لدرجة أنه كان أخذ قرار خاطئ في مسيرته.
من ناحية الإصابة. هذا اللاعب الموسم الماضي أنا شو حكيت؟ مع الاحترام حكيت إنه الأفضل بيع وليس إعارة، وهون كثير ناس خالفتني. اللاعب بحبوه جماهير، المشكلة بفكروا إني أنا بكرهه أو كذا، وأنا بحبه برضو، تعلقنا فيه كبداية، ولكن أنت بتفكر مصلحة النادي. طب ليش أنا قلت بيع في الموسم الماضي؟ لأني أنا قلت إذا أنت بتعرضه للبيع وأجاك فيه 35 30 40 25 اللي هو المبلغ اللي ممكن يجيك فيه، مثلا ما أنا كنت أتوقع إنه أيام حقول لك بجيب 40 مليون، لو إنك بعته في ذلك الوقت كان انت ما دخلت مغامرة الموسم هذا اللي ايضا اثرت على اللاعب، بحيث انه مبدئيا زادت له في محصلته كمان اصابة. اذا هو راح تيجي مثلا غاب كذا وتعرض للاصابة كذا، برضو نضاف له كمان 4 أشهر اصابة او 3 أشهر اصابة من خلال برايتون. والمشكلة الاكبر انه لما ما يكونش مصاب مع برايتون لم يقدم شيء، بل نهاية الموسم لمدة شهر او شهرين كان عبارة عن احتياطي من بعد العودة من الاصابة. اذا شو قدمت الإعارة؟ ولا شيء، بل أساءت للاعب وأساءت لقيمة اللاعب اللي أتوقع حاليا ما في حدا بيفكر فيه. يعني مثلا الموسم الماضي صح الفكرة في الموضوع إنه لو أثبت نفسه ممكن ترجع قيمته 70 و80، بس في النهاية مغامرة، هذا عمره 17-18 سنة، فممكن ترجع قيمته، لكن بنفس الوقت كان ممكن يجيب لك 30 25 ممكن 45 ما بعرفش يعني المبلغ. لكن الموسم هذا نقول لك انه ما في حدا، يعني برشلونة بيقول لك بده يتخلص من اللاعب بأي شكل من الاشكال، ولكن لا يوجد عروض للاعب، ما في عروض، لدرجة برايتون ما راح يجدد الإعارة، ما في، كل الموضوع بيجي له عبارة عن إعارات. ممكن عشان ما تنحسب عليه يجي يوم أو الموسم القادم يتم إعارته لإشبيليا، يتم إعارته لريال بيتيس، ومن ثم يبدع وترجع قيمته. انت ضيعت وقت كثير، واذا بدها ترجع قيمته قد بدها ترجع قيمته 40 45 هي القيمه اللي انت كان بامكانك انك تبيع فيها الموسم الماضي. اتوقع طبعا هاي عباره عن اراء شخصيه، وجهه نظري ممكن اصيب وممكن اخطئ. اللاعب اتمنى انه يعود، واتمنى انه ينجح في جولة تحضيرية مع فليك، وأتمنى أنه يقتنع فيه فليك ويعمل على تطويره ورجوع. شوف أقول لك، مجرد أنك أنت ترجع فاتي يا فليك هي إحدى أهم الأمور اللي ممكن تحط لك البصمة وأنت تعطيك العلامة الكاملة. أنت إذا بتقدر ترجع فاتي الموضوع مش سهل. فإذا بيقدر برشلونة، يعني شاف فليك من خلال الجولة التحضيرية أنه هذا اللاعب ممكن يعود، أتمنى ذلك. على كل حال هيك بتكون خلصت حلقتنا، نراكم بإذن الله في فيديوهات قادمة عن أخبار برشلونة. حكيت لك ممكن في أخبار مكررة، ولكن احنا اعطيناك وجهة نظرنا فيها. بس أتأكد إنه مضلش أخبار الزلزولي، ويليامز، فيلجوين، ديست، إريك غارسيا، لانجلي، جوليا، إلكس فالي، بابلو توري، إنسو فاتي. طبعا في خبر أنا كاتبه بس بصراحة بديش أتحدث فيه، اللي هو باريس يعرض 220 مليون على برشلونة للتعاقد مع لامين يامال. أتوقع أنه الخبر غير صحيح، وإن كان الخبر صحيح في وقت من الأوقات رح نتحدث عنه أكثر وأكثر، ولكن بصراحة اعتبروه عابر ومش منطقي. لكن كل شيء وارد. أول شيء باريس بدفع، وبنفس الوقت إذا بتتذكر في يوم من الأيام باريس اشترى امبابي ب180 مليون. هذا الكلام قبل 5 سنوات، فإحنا بنحكي عن 5 سنوات بلاعب ممكن يكون في زي امبابي أو بقيمة اللاعبين الكبار في المستقبل، فممكن وارد، ولكن أنا أشك في ذلك. فخلينا نصبر ونطول بالنا عبين ما تصير الأمور أقرب للمصداقية في هذا الخبر، ورح نتحدث فيه بشكل أكبر. نراكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.